هذا طريق معبر باب الهوى. شوفوا هلا رح تدخل المساعدات، انبسطوا يا اهلنا. وصلت المساعدات الامميه 14 سياره، 14 سياره كاملين بعد 5 ايام من الزلزال بعثتهم الامم المتحده. لك ما تستحوا، يعني فعلا ما بتخجلوا انه بعد 5 ايام تبعتوا 14 سياره، 14 سياره بيطلعوا اي واحد من اهلنا هون بخلال نص ساعه. 4000 سياره جمعوها اهلنا من بعضهم للمتضررين في ال5 ايام. جايين انتم بعد 5 ايام تبعتوا 14 سياره؟ لا تكونوا مفكرين متسولين. نحن ما متسولين، نحن السوريين، نحن اهل العز والكرامه، نحن اهل ثوره الكرامه، نحن طلعنا لاجل كرامتنا، نحن ما عم نتسول منكم. بعد 5 ايام تبعتوا 14 سياره؟ شكرا من القلب لاهلنا في السعوديه. واجب علينا وحق علينا كشعب منكوب انه نقول شكرا من القلب لاهلنا في السعوديه اللي جمعوا التبرعات واللي عم يرسلوها وراح يرسلوها ورايحه النهارده توصل لاهلنا المتضررين في المناطق شمال سوريا، شمال غرب سوريا. شكرا من القلب لاهلنا في الكويت اللي عاملين حملين. شكرا من القلب لكل الشعوب. نحن اهلنا عملنا بالشعوب. شكرا شعب فلسطين، شكرا شعب العراق، شكرا لكل الشعوب اللي انضمت معنا. اما من الامم المتحده غيرها اللي عم تفكر حالها انه عم تتحنن علينا، فنرجع بنقول الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. باعثين لنا سيارات فيها منظفات. ليش ضل عندنا بيوت ننظفها؟ ضل عندنا بيوت ننظفها؟ خلوه ينلكم، خلوه ينلكم نظفوا فيهم ضميركم. اللي غفل عنا واللي مات عنا فاتحين المعبر بعد 5 ايام بتدخلونا بس جثث اهلنا اللي توفوا في تركيا. ويا مرحبا بك. هاي هذا بلدهم وهذا وطنهم سواء كانوا اموات او احياء. ان شاء الله رب العالمين الله بيفرج علينا وعلى الجميع وما تشوفوا شر، ولكن رح نذكر دائما انه تخليتوا عنا وانه خذلتونا. وشكرا مره ثانيه لكل الشعوب اللي ضلت معنا.